لغز أحداث الزاوية الحمراء لأول مرة بالأدلة. مين اللي سخن الدنيا؟ السادات ولا البابا شنودة؟ وإيه اللي حصل بالظبط؟ وكل واحد فيهم قال إيه؟ تبدأ الحكاية في 1981 لما كان البابا شنودة في مكتبه، فجأة رن جرس تليفون مكتبه، وأول ما البابا رد لقى حد من رجال الدين بيقول له: قداسة البابا الحق، في كنيسة في المنشية اتهجم عليه، وفي كنيسة تانية في الزاوية الحمراء خلصوا عليه. البابا وقتها اتصل بحد من مساعديه وهو الأنبا صموئيل، وقال له فورا انزل وكلم المسؤولين واعرف لي ايه اللي بيحصل بالظبط. البابا وقتها كان في مكانه وسمع اصوات هتافات ضد الكنيسة، وكان البابا سامعها وقلقان جدا، والدنيا اتقلبت في مكتب البابا شنودة. وجه حد من مساعديه وهمس في ودن البابا شنودة وقال له: الموضوع كبير، ورأيي انك تمشي وتروح الدير فورا عشان هيوصلوا لك هنا، احنا مش عارفين مين دول مجموعات بتتحرك وفي احتمال كبير جدا تيجي لغايه عندنا. البابا وقتها اتضايق ووقف في مكانه وعمل حاجه محدش في المكتب كان يتوقعها. لو وصلك الفيديو اعمل لايك وشير واكتب في تعليقات اللي وصل لك وساعد الفيديو في الانتشار. بيكمل البابا شنودة الحكايه في كتاب البابا والسادات اسرار الصدام بين النظام والكنيسه، وبيقول: لما اتقال لي كده رفضت اسيب مكاني وصممت اقعد عشان اعرف ايه اللي بيحصل، ولقيت التليفونات ورا بعضها كل شويه بتجيلي. مرة يقولوا لي في كنيسة حصل لها مشكلة، في فلان حصل له مشكلة، وكانت المسارات خلاص بتقرب عند مكاني بالبطريركية، ولقيت فجأة سيارات الداخلية بتفض التجمعات دي وبتحاصر البطريركية عشان تحميني. وبيكمل بابا شنودة الحكاية وبيقول: جالي مسؤولين وقالوا لي تطلب ايه من السادات في الظروف دي؟ قلت لهم كل اللي اطلبه انه يبعت حد من عنده يشوف لنا ايه اللي بيحصل بالظبط وبيحصل ايه للاقباط، ومش عايز اكتر من كده. لكن ايه السبب الحقيقي لاحداث الزاوية الحمراء؟ في كذا روايه اتقالت على الاحداث دي. خليني ابدا لك بروايه بابا شنودة اللي بيقولها في الكتاب ان الحدث ده سببه ان كان في واحد مسيحي استولى البعض على الارض وحصل خلاف بينهم، وكان ممكن الخلاف ده يتلم لو الداخليه اتدخلت في الوقت المناسب وتنتهي المشكله لانها مشكله فرديه. لكن بابا شنودة بيقول مفاجاه ان هو لاحظ ان احداث الزاويه ما كانتش مشكله بين المسلمين والمسيحيين اطلاقا، دي كانت عمليه مدبره. وبيقول البابا ان كان في مجموعه من الصبيه في سن الاحداث هم اللي عملوا كده، ولو كانت قبض على حد فيهم ما كانش هياخد العقوبه المناسبه نظرا لصغر سنه. العيال دي كانت بتتنقل من منطقة لمنطقة ومن حي لحي، وكانوا لو شافوا كنيسة يخربوها. والبابا شنودة بيقول كمان للعلم المسلمين في كل حي كان هم اللي بيدافعوا عن الكلام. وبيقول للبابا ان الازمة ان الدولة وقتها سابت الوضع ده 3 ايام، وان ده ممكن السادات كان قاصد ده عشان يقدر يستخدم السلطة الاستثنائية في الدستور اللي بعدها حصل الاعتقالات. الرواية بتاعت البابا شنودة بيكشفها بالتفصيل كتاب الأقباط والسادات، اللي بيقول ان اللي حصل في الزاوية الحمراء ان كان في مواطن قبطي اسمه كامل مرزوق كان بيمتلك ارض، وكان في مواطن مسلم تاني اسمه سعد غريب كان عايز ياخد الارض. ولما رفض المواطن القبطي رفض غريب وصمم على موقفه وقال له انا هبني جامع على ارضه، وجاب مجموعة من الجامعات اياها وفرشوا في الارض عشان يمهدوا لبناء الجامع، وحط يافطة باسم جامع النظير وسحب الارض. وقتها القبطي اعترض وكان النتيجة اعتداء عليه. وبعيدا عن اللي قاله الكتاب كان في روايات وقتها بتقول من اهالي المنطقه ان كان اعتراض القبط ده كان بشكل عدواني. المهم الازمه كبرت وبقت في مجموعه بتمشي في الزاويه تولع في الكنائس وتعتدي على اي مسيحي وترمي الاطفال المسيحيين من بيوتهم. طب ايه الروايه الثانيه لحادث الزاويه الحمراء؟ بيقولها وزير الداخليه وقتها النبوي اسماعيل في مذكراته ان مش حقيقي ان احداث الزاويه الحمراء ان انا اللي وراها، الكلام ده غير منطقي. والحكايه ان كان في ست بتغسل ورمت ميه الغسيل من بلكونتها ونزلت على الجاره اللي تحتها، وبقت خناقه واتدخل فيها الرجاله. وحظهم الوحش ان كان في صلاه المغرب وقتها، وبعد الصلاه خرجت الناس اتفرجت على الخناقه وبقت خناقه قدام كل الناس. وفي عناصر اتفعلت وقتها وقالوا هو مفيش حد من المسلمين مالي عين المسيحيين ولا ايه؟ وحد من الناس اللي واقفين قال والله مفيش غير شاكر الموان القبطي هو اللي مقويهم. بيقول النبوي اسماعيل راحوا الناس كلهم عند بيت شاكر ده ورموه بالنار. الراجل ده كان معاه سلاح فضرب نار في الهواء، ولحظه ان في ناس اتصابت وبقى في اشاعات ان في ناس اتخلص عليها من شاكر الموال، فالدنيا سخنت جدا وبقى في اشتباكات كبيره. الغريب ان النبوي اسماعيل بيقول في مذاكراته انا اديت تعليمات ان محدش يضرب في المليان وضرب النار يبقى قليل الا في حالات معينه،
والحالات دي بيقولها النبوي اسماعيل ان لو خرجت الاحداث بره منطقه الزاويه الحمراء زي اللي حصل في احداث 18 و 19 يناير. وبيقول النبوي اسماعيل انا وزير سياسي عارف ازاي اتصرف، وفعلا كان قراري صح، لدرجه ان بعد الاحداث دي جالي مساعد الوزير بتاعي وقال لي حضرتك كنت صح جدا، لاننا كنا لو ضربنا نار كنا هنضرب في السيقان بتاعه الكبار. طب وقتها هنعمل ايه مع الاطفال اللي كانوا منتشرين جدا في الاحداث؟ كان هيبقى في مشاكل كبيره جدا ضد الداخليه. وبيقول النبوي اسماعيل على عكس كل اللي بيتقال ان السادات كان وراء احداث الزاويه الحمراء، بالعكس ده حصل خلاف بيني وبينه بسبب انه قال لي اضرب في المليان، احنا مش عايزين شغب يا نبوي. فانا اعترضت عليه وقلت له يا سياده الرئيس دول 2 اخوات وانا الممثل ليك في الدوله، وانا رايي افض الشغب ده باقل الخسائر الممكنه، ولو ضربت نار هيبقى في روح انتقاميه ضدنا وضد منشات الدوله. وفعلا طبقت اللي انا عايزه. بعد الاحداث دي السادات قال كلمه في حقي وقال النبوي اتصرف على المستوى الجيد كوزير سياسي. روايه ثالثه خالص بيقولها الكاتب الصحفي محمد حسين هيكل في كتابه خريف الغضب، وبيقول ان خلاف الزاويه الحمراء ما كانش على كل اللي اتقال ده كله، كان على بنى غير قانوني لكنيسه، والخلاف ده اتحول لازمه بسبب ان في اعضاء من حزب السادات اتدخلوا عشان يثبتوا ان هم ولائهم للاسلام، وقالوا لازم نوقف بنى الكنيسه. طب ايه تقرير النيابه العامه اللي نزلت حققت في الاحداث دي؟ النيابه قالت ان في يوم 12 يونيو 1981 اتقدمت اداره احد المصانع التابعه للمؤسسه المصريه العامه للدواجن ودي في الزاويه الحمراء ببلاغ بيقول ان في تعدي من مواطن قبطي اسمه كامل مرزوق سمعان، وده على قطعه ارض مملوكه للمصنع، وكانت القطعه دي معده لاقامه زاويه للعاملين عشان يصلوا فيها. وفعلا الحي صدر قرار منه بتمكين المصنع من قطعه الارض، وده اللي خلى في شعور عام عند الاقباط بعدم الارتياح نظرا لسرعه البت في النزاع. النيابه كان بتقول في حين سادت حاله من الشماته والاحتفاء عند بعض الراجعين بالمنطقه الشعبيه دي، خاصه ان كامل سمعان كان عايز يبني كنيسه في المنطقه دي وفي الارض اللي ادعى ان هي ملكه، لكن لم يحصل على الترخيص اللازمه. وبعد كده حصلت اشتباكات والموضوع كده. اكيد انت اتلخبطت من كتر الروايات دي. خليني اقول لك رايي الشخصي ان الاجواء كانت مشحونه وقتها، وكان السبب هو انتشار خطابات الجماعات الرجعيه. الخطاب ده كان بيشحن المسلمين وكان بيخوف الاقباط. يعني مثلا تلاقي مجله الدعوه اللي بيمتلكها الاخوان قالت روايه ما حدش قالها خالص على الاحداث دي، هم بس اللي قالوها. المجله قالت ان الاحداث دي سببها ان كان في ناس بتصلي في الجامع عادي، وفي عيال مسيحيين اطفال بيلعبوا بالكوره والكوره جت على اللي بيصلوا، فراح حد من اللي بيصلوا حذر واحد من العيال دي قال لهم العبوا بعيد. العيال ردوا بشكل مش كويس وفي تجاوزات، واتكرر الموقف وحد من اللي بيصلوا زعق للعيال. المجله بقى بتقول ان فجاه بعد الصلاه اتضرب نار على اللي بيصلوا. روايه ساذجه جدا واشاعات كانت قادره تحول اي مشكله بسيطه لمشكله كبيره. وخلي بالك كمان كانت الاجواء نفسها بين السادات والبابا مشحونه جدا. يعني البابا شنودة بيقول في كتاب البابا والسادات ان السادات لما اتسال من الكاتب انور محمد انت فعلا قلت للسادات انك عايز دوله للاقباط بس وتبقى في اسيوط؟ البابا شنودة ضحك وقتها وقال له لا ما حصلش، والسادات ما قالش كده. ده من كتر الاشاعات اللي طلعت وقتها. السادات طلع مره في خطاب وقال ان البابا كرولوس لما سافر اثيوبيا عرضوا عليه انه يطلب ان يبقى في دوله للاقباط في اسيوط، والبابا رفض. البابا شنودة بقى نفى الكلام ده كله وقال ما حصلش. البابا كرولوس لما سافر ما حدش عرض عليه الكلام ده وما حدش غبي انه يوافق على الكلام ده. ليه؟ لان امان الاقباط انه يبقى وسط المسلمين. تاني نقطه، طب انا طلبت دوله ليه اختار محافظه اسيوط؟ طب ما انا اختار محافظات تانية فيها خير اكبر وفيها اديره. طب بالنسبه للاديره اسيب كل الاديره في مصر واروح اقعد في اسيوط؟ طب لما احب ازور اي دير اعمل ايه؟ الاجواء دي تثبت لك قد ايه حجم المشكله بين البابا والسادات بفعل الجماعات. في نهايه الفيديو انت مصدق اي روايه اتقالت في حدث الزاويه؟ وايه السبب الحقيقي للاحداث دي؟ شاركونا براكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو اعمل لايك وشير، وطبعا صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب وقناتنا على التيك توك.